نعمل مع بعض النهاردة البسكوت التحفة ده بطريقة بسيطة جدا، وشكلته كده من غير لا اقطعه ولا اي حاجة، بحاجات بسيطة قوي من عندنا. بقشرة البطاطس وبمعلقة وبايد المضرب هتشوفوا معايا. بصوا هش من جوه وتحفة ومفرول كده، مش ان هو فيه مطة ولا حاجة. دلوقتي بقى انا جبت معايا بولة، حطيت فيها ذرة ملح صغيرة قوي، حطيت نص كوباية زيت، وحطيت معاها نص كوباية سكر، وحطيت معاها بضاية واحدة بس. بضاية واحدة بس يا جماعة طلعت لي عظمة 40 بسكوتة، يعني حاجة مفيش أحلى من كده ولا أوفر من كده، ولا زبدة بقى ولا سمنة ولا أي حاجة. وحطيت طبعا فانيليا، وابتديت ان انا اضرب بقى كل ده مع بعض، اضربه كويس كده لحد ما احس ان السكر بدأ يدوب معايا. المضرب دوت كده يعني متوفر في اماكن كتير الصراحة. انا كنت جايباه كان سعره في المتناول تقريبا 25 جنيه او حاجة زي كده، مش غالي خالص بس حلو بيسهل يعني. بصوا كمان شكله حلو كده، عامل زي السبايدر تقريبا كده وبيشتغل. المهم يعني قلبت بقى الميكس البسيط ده كده مع بعضه لحد ما بدأ يدوب، وضفت كوباية واحدة بس دقيق، معلقتين كبار من النشا معاه. انا بعد كده ضفت معلقة دقيق كمان، بس ده على حسب نوع الدقيق يعني. انتي ممكن ما تحتاجيش لمعلقة الدقيق دي، بس انا خليت جنبي دقيق علشان لو عوزت. ونص معلقة بس بيكنج باودر، مش عايزين اكتر من كده. نص معلقة بس علشان خاطر ما ينفش جامد قوي في الفرن، احنا بس عايزينه يبقى يعني يا دوبك كده نفش حبة بسيطة. ابتديت بقى اقلب كل دوت مع بعضه كده، حسيت ان المضرب بصراحة مش هينفع، فابتديت ان انا استخدم ايدي عادي يعني زي اي ست بيت اصيلة يعني. قمت جاية بقى بطراطيف صوابعي، بس احنا يا جماعة مش عايزين المطة في الدقيق، يعني مش عايزين نعجن الدقيق عشان ما نطلعش العرق بتاعه. لان العرق لو طلع دي مش قرص مثلا او فطيرة احنا عايزين المطة، لا البسكوت لازم يكون كده هش ومفرول. فبصوا بطراطيف صوابعي بس كده انا بلم العجينة، مش اكتر من كده، وبحاول ان انا ادخل المكونات في بعض، مش بحاول ان انا اطلع المطة اللي في الدقيق خالص. انا حسيت ان هي محتاجة معلقة الدقيق بصراحة، فحطيتها اهو زي ما انتوا شايفين، وابتديت المها. بعد ما اتلمت كورة هنشوف هنشكلها مع بعض كده كور صغننة خالص ازاي. حتى انا ما سبتهاش ترتاح، المفروض مثلا اسيبها ترتاح 10 دقايق، انا ما سبتهاش ترتاح من كتر ما انا حاسه ان العجينه مثاليه قوي واقدر اشتغل فيها على طول. ابتديت بقى ان انا اعملها كده كور عشوائيه بس كلها تقريبا نفس الحجم، اهو زي ما انتوا شايفين كده. كوره كمان اهوت برضو، يا دوبك بس انتي بتلفيها كده يعني في بطن ايدك كده بين صوابعك، تطلع معاكي كور. يعني يا ريت يكونوا كلهم نفس المقاس، بس يعني مش هكون معضله لو واحده صغننه شويه واحده كبيره شويه، من المسافات السهله قوي اللي هي ما بتتأثرش. ابتديت بقى اشكلها، ده المضرب بدأت اعملها كده اشكال. وديت المقشرة بتاعت البطاطس بصراحة ده احلى شكل، عشان كده عملت منه كتير قوي. بدأت ان انا اضغطها كده بالمقشرة بتاعت البطاطس. انا وانا بضغطها بحاول ان انا ازقها واتك عليها سنة علشان تتفرد، عشان متبقاش مكلكعة من جوه، لان انت زي ما شفتوا انا كنت عاملاها كور. فانا بحاول ان انا يعني ازقها سنة كده وادخل فيها مش للاخر يعني يا دوبك. ودي كده معلقة للي ما عندوش لده ولا ده، دي معلقة. ضغطت سنة كده بالمعلقة، وبعد كده ابتديت اعمل فيها الاشكال النص دائرية دي، ودي خليتها كده زي ما هي وبدأت اعمل فيها. دخلت طبعا على فرن درجة حرارة متوسطة، ما خدش معايا تلت ساعة وطلع معايا بالشكل التحفة ده. بصوا الاشكال كلها حلوة جدا، وكان مستوي وكان تحفة، كان طعمه حلو قوي قوي. انا كده خلصت الوصفة بتاعت النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، وما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم، هوفر عليكم كتير بوصفاتي. وشكرا على حسن المتابعة. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة البسكوت التحفة ده.